ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. رصينا الحلل بتاعتنا ويلا بقى نعمل أكلة جديدة. بعمل ايه في الحلة الكبيرة دي على النار؟ بعمل بسلق عدس بجبة عشان نعمل شوية كشري. فتعالوا بقى نشوف ايه مقادير الكشري بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي. الطاسة ديت ملكوش دعوة بقى بشكلها، انا مخليها كده ايه للتحمير وللقلية. يلا هنحمر فيها البصل بتاعنا، شوية بصل حلوين كده نقطعهم كده جوانح ونسيبهم بقى كده في قلب الزيت ياخدوا ويدوا مع بعض كده علشان نعمل البصلة الحلوة الذهبي بتاعة الكشري. وبصوا بقى العدس اهو. وهنا المية دي عايزة اسلق المكرونة بتاعتي، واول ما تغلي المية ننزل المكرونة بتاعتنا عشان تتسلق سلقة حلوة. 7 دقايق 9 دقايق هتلاقي المكرونة بتاعتك اتسلقت وبقت حلوة. طبعا ما ينفعش نعمل كشري من غير مكرونة، صح؟ يلا، ولو وصلتي لهنا ما تنسيش اللايك والشير والتعليق الحلو. شوفي بقى الفيديو للاخر كده وقوليلي ايه اذا كان عجبك ولا لا. يلا نزلنا المكرونة بتاعتنا كده، ناخد لها تقليبة كده ونظبطها. ايوه، وادي العدس بتاعي بصوا دخل في السوا اهو. هبتدي بقى ايه اخف المية بتاعته عشان حاسه المية بتاعته كتيرة. هنقص المية بتاعته شوية وانزل الرز. نقصت المية ونزلت كيلو الرز بتاعي. انا عندي نص عدس حطيت عليه كيلو رز علشان بحب ان العدس يبقى باين كده عندي، ما يبقاش شوية صغيرين. هنبتدي بقى في المية ديت ننزل التوابل بتاعتنا الحلوة اللي تطعم لي الكشري بتاعي. بصوا اهي المية يا دوب مغطية الوش، ما تزوديش عن كده علشان ما يعجنش منك. يلا بقى نزلنا شوية كمون، وعايزين ننزل شوية الملح بتوعنا اهوت. وتقلبي وتدوقي المية بتاعتك قبل ما يتشربها، تدوقي المية وتشوفي الملح معياره حلو ولا لأ. لو عايزة تزودي معيار الملح شوية ولا حاجة. الكمون اللي انا حطيته على وشه ده علشان ما يعملش اي مشاكل في القولون او المعدة، ما يبقاش تقيل، يخفف الانتفاخات ويخلي الاكلة تبقى يعني نسبيا صحية، ما تتعبش المعدة ولا اي حاجة. نوطي عليه بقى بعد ما تشرب المية بتاعته، نوطي عليه خالص وهيستوي سوا الرز بتاعنا. المكرونة عندي خلاص هي داخلة على السوا، عايزة اصفيها. وادي البصلة كمان بدأت تاخد اللون الذهبي بتاعها بس لسه ما خلصتش. قولولي بقى طريقتكم في عمل الكشري مختلفة عن الطريقة بتاعتي في ايه. يلا خلينا نتعلم من بعض ونفيد بعض، مش بس انتوا تستفيدوا من عندي من فيديوهاتي وخلاص، لا انا كمان استفيد منكم. انا هنا رفعت البصل بتاعي خلاص، وحطيت شوية زيت منه على وش الكشري، وحطيت برضو شوية كده من البصل عشان يطعم لي الكشري بتاعي. هنا المكرونة خلاص خلصت اهي وصفتها. يبقى انا فاضل لي كده ان انا اسبك الصلصة بالثوم، واعمل الطشة او الدقة بالثوم والخل. مش عارفة الكاميرا قلبت معايا كده ليه. يلا انا خدت بقى الزيت بتاع البصل مش هنرميه، هنستعمله. بصوا بقى هنا التومة، طشينا التومة بتاعتنا كده يا دوب، مش عايزينها تاخد لون ولا اي حاجة. اول ما تبتدي تشقشق انزل عليها على طول
شفشق الطماطم اللي عندي. بصوا بدأت اهي، نروح منزله عليها بقى الطماطم بتاعتنا. ايوه، ولو هتحطي بقى، لو الطماطم عندك فاتحه حطي معلقتين كده من الصلصه، لو مش محتاجه خلاص سيبيها. حطي بقى الملح والفلفل وخلص على كده. تعالوا بقى نعمل الدقه. برضو ادي التومه قلبناها كده. برضو استعملت الزيت بتاع البصلة، الزيت بتاع البصلة ما ترميهوش، استعمليه بقى في عمايل الكشري، هيطعملك كل حاجة، هيبقى كل حاجة واخدة من بعضها. يلا احنا هنا اول ما التومة عندي اتحمرت حاجة بسيطة كده، اخدت لون ذهبي، نزلت اهو بكوباية من الخل. لو الخل مركز عندك خلاص خلي بس هو فنجان صغير، انا اخدت كوباية كبيرة لانه ما كانش مركز. ونكمل الباقي بالمية، او لو عندك شوربة، بس غالبا هنكمل بالمية. ننزل ادي الملح بتاعنا اهو، ياخد غلوتين ونطفي عليه على طول. يبقى عندك التومة اهيت بالخل، خلاص كل حاجة مظبوطة عندك. والطماطم هتتسبك، اديني اهوت نزلت عليها بالمية تاخد غلوتين. يبقى انا كده خلاص الدقة بتاعت الكشري عندي بقت زي الفل ولا اروع. تعالوا بقى اقول لكم الشطة بقى بتاعتنا هنعمل فيها ايه. بعد الطماطم ما اتسبكت عندي، اخدت كبشتين عليهم معلقة كبيرة من الشطة البودر، وقطعت فيها قرون من الفلفل، اخدت غلوتين كده على النار وهي زي الفل وجميلة. تعالوا بقى نشوف ايه احلى طبق كشري عندنا واحلى تقديمة. ايه رأيكم؟ يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ويا رب كده تشجعوا وتقوموا تعملوا اكلة حلوة لولادكم من البيت وفي البيت بمقادير صحية ونظيفة. اشوفكم الفيديو الجاي على الف خير، وما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش التعليقات الحلوة. واشوفكم الفيديو الجاي على الف خير، هتوحشوني، ومع الف سلام.